ريح اصبر تصور الزلف الاول صور ديال صاحبي الورا تصبحي ثقيق لا نقيت السواد رفعنا غردايه دونك شنو ساكي راح انت وكنا نفوس المعاونه وكنا دايرين دي لا ديستريبيسيون لي برودوي اليمونتير كاع نساوض كل شهر فبراير. اذا في هذه الصبيحه استقبلنا وفد ولايه غردايه، وفد من المتطوعين الذين لديهم الرغبه وهم بكل عزيمه جاءوا من غردايه لمد يد المساعده والمساهمه في عمليه توزيع هذه المواد الغذائيه في القرى والمداشر، على راسهم القائد سليمان مسؤول ولائي لخدمه تنميه المجتمع. قائد سليمان مرحبا بك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين. توتنا السلام عليكم. اول حاجه نحمد ربي نفض نجور سلامات نوداني الحمد لله. اشكر توتنا غداني تيزيوزو على راس يوتنا ماسينيسا الاستقبال يعني حركه غزرمت. بالمناسبه يعني قادة وجوال رابطه فوج بلديه القرار ولايه غردايه أبت إلا أن تساهم في هذه الحملة، يعني حملة وطنية. يعني الجزائر جسد واحد، إذا يعني أصاب أي شيء في هذا الجسد فإنه سيتحرك كله، وهذا من صميم الدين، يعني كما يقولوا بالعامية بلا مزية. هكذا ولا أكثر إن شاء الله، مازال نزيدوا إن شاء الله ودكتور ربي إن شاء الله. وكل القادة والجوال راهم يعني عزيمة للتطوع، وأول ما طلبوا الخدمه ديريكتومون، هم جاوا كاع لبسات على الخدمه دوك عاود يبدلوا يعني حاجه تاع التنظيف تاع الديار ولا اي حاجه تاع التطوع راهم هنا ان شاء الله. عندهم 3 ايام هنا وداك ربي ان شاء الله. اي حاجه احنا رانا تحت امارتكم ان شاء الله. بارك الله فيكم فيك بركه. وجماعه تاع غردايه رجال ونساء، يعني اخر محطه مراه كبيره جات بالحايك تاعها قبل ما نقلعوا قالت لي يا وليدي درت الشكاره تاع الطعام، ولو ان هنايا الطعام ما يستعملش بزاف. قلت لي وداك بالعكس نستعملوا بزاف حنا طعام. قلت لي اذا كان مازال ما تروحوش نزيد لكم لاكوات، انا جبتها شريتها جديده دوك نجيبها. بارك الله فيك. ربي يتقبل ان شاء الله من الجميع، والحمد لله الجزائريين يعني في وقت الكوارث يتحدوا اكثر، وهذا يعني من صميم الدين تاعنا ان شاء الله. ربي يوفقنا، ربي يجيب الخير ان شاء الله، وربي يرزقنا ان شاء الله بالشتيوه. قولوا امين ان شاء الله، والله يتقبل من الجميع ان شاء الله. اللهم امين. بارك الله فيكم. احنا راه تحت ابره تاعكم، واش تقولوا رانا ننفذوا. بارك الله فيكم، جعل الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اذا بكم ان شاء الله اليوم سنقوم بفتح مركز اغاثه 2 في احد القرى والمداشر باش نسهلوا العمليه من تما نوصلوا يجونا قرب المداشر تاعنا. فبعد قليل ان شاء الله سننطلق من هنا الى بلديه بني دوله، أين سيتم إعلان عن فتح مركز إغاثة 2. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ربي يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ساعات لو ترتاح شوية واللي يحب يغسل ولا من بعد